يا لهوي. في ايه يا ماما؟ البيت وقع ولا ايه؟ لا. طب ابويا مات؟ يا ريت، قصدي بعد الشر يا واد، برضه لا. امال ايه؟ في ايه؟ سرعتيني. عمتك فوزية الله ياخدها يا رب. مالها؟ هتجوز البنت لابن اختها. وفيها ايه دي؟ دي بتعلم عليا يا تفهم، دي بتاخد بنت على قفايا. ده المفروض كان في كلام ان انا هتجوزك انت وبنت عمتك، لكن لما اتجوزها لابن اختها دي قصدها تقلل منا. ايوه مفيش غير كده كلام. انتصرت عليكي ايه بس ياما؟ وبعدين موضوع الجواز ده اساسا اتفتح بين ابوها وابويا واحنا صغيرين في الحضانه، يعني لعب عيال. سيبيني انام بقى بس ياما، والله العظيم عندي شغل. ما انت خايبه ومش فاهم، ده في كتالوج العائلات لازم نرد عليها. قوم شوف لك بنت كده بنات العيله تكون فرصه تفرسها، لازم نرد عليهم بالكتير بكره. قوم يلا قوم. يا لهوي ياما، حاضر ياما حاضر. يا لهوي اصحى يا احمد. في ايه؟ البيت وقع؟ لا. ابويا مات؟ يا ريت يا واد، بعد الشر برضه لا. امال في ايه المره دي؟ جارتنا القروبه اللي فينا نفضت السجاد بتاعها على الغسيل بتاعنا. معلش ياما، تلاقي ما خدتش بالها بس. دي ما بعتتش حتى ابنها المقروض ينبهنا نشيل الغسيل او نغطي الغسيل حتى بمشمع. ياما المسامح كريم، ابقى كلميها بالراحه. قوم يلا، انت ما عندكش دم ولا نخوه؟ انا ما خلفتش يا ربي، ما خلفتش. حاضر حاضر، عايزاني اعمل ايه؟ اقول لك نشتري الشقه اللي فوقيهم وننشر غسلنا عليهم وننفض كمان، هم احسن مننا في ايه؟ الشقه اللي فوقيهم فيها ناس. اقول لك انت تنزل الشارع حالا، تكنس الشارع وتولع في الزباله تحت بلكونتهم، هو ده الكلام. يا بنت اللذينه ياما، دي فكره ولا ام ابليس نفسها هتفكر فيها. ام ابليس؟ يا واد، دي ما تجيش تلميذه في مدرستي. يلا قوم قوم. حاضر حاضر. مساء الفل يا ست الكل. في ايه ياما؟ انت دخلت بالجزمه بتاعتك وانا بسحب؟ ياما ما خدتش بالي ياما. ايه ده ياما؟ انت هتقتليني عشان دخلت بالجزمه ياما وانت بسحب؟ ده انا لسه قاتله ابوك من شويه عشان عمل نفس الحركه بتاعتك دي. تعالى لي هنا. ايه ياما؟ خلاص ياما خلاص.